السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد. يسعد أوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بتضلوا بخير على طول. ولنضيف صرف بسكوت لذيذ ومميز بسفرة العيد رح نحضر سوا بسكوت القرفة. بسكوت مميز ولذيذ وهالعيار ما بغيره من سنين، ناجح 100% عن جد ولا غلطة، هش وخفيف ومع إضافة القرفة لهالبسكوت صار الطعم رهيب. يلا تعالوا ندخل المطبخ سوا ونتميز بتحضير بسكوت القرفة للعيد بأشكال قطاعات جدا مميزة وملفتة ومبتكرة. وأسهل من عيار هالبسكوت مستحيل تلاقوا. بوعاء العجن رح ضيف كوب سمنة بحرارة المطبخ، أنا هون عم بستخدم سمن حيواني، أكيد إذا ما متوافر عندكم ضيفوا سمن نباتي. رح نزل على السمنة نصف كوب سكر بودرة وبخفقن سوا بمضرب الشبك لحتى يصير الخليط كريمي ولونه فاتح. شوفوا القوام بصير مثل الكريمة تماما. هلأ رح ضيف بيضة وأكيد عليها رشة فانيليا وبرجع بخفق لمدة 3 دقايق ليختفي البيض تماما. هلأ صار دور إضافة المكون الأساسي وهو معلقة كبيرة قرفة مطحونة، أكيد طحنتها تازة وما بستخدم أبدا القرفة المطحونة الجاهزة لأن ما بتعطي طعم نهائيا. وبهالبسكوت بالذات إذا ما فاحت ريحة القرفة بكل البيت صراحة ما بيكون اسمه بسكوت القرفة. طبعا ما أضفتها مع الدقيق لأن هيك بتحكم بكمية القرفة أكتر، يعني بهالمرحلة ببين عندي إذا لسه محتاجة أضيف أو لا، ومثل ما شايفين حسيت إنه لازم ضيف شوي تانية فوق المعلقة يلي ضفتها، أكيد أنتوا بتحددوا الكمية حسب الرغبة. وهلأ آخر مرحلة رشة ملح كتير صغيرة، والدقيق بضيفه على دفعات، تقريبا بتحتاجوا من كوبين لكوبين ونصف دقيق أبيض وممكن أكتر. أنتوا بتنزلوا الدقيق شوي شوي وبتعجنوا لتحصلوا على عجينة سهلة التشكيل وما بتلزق بالإيد وما تكون ناشفة. انتبهوا لأنه القرفة شوي بتنشف العجينة، لا تضيفوا دقيق أكتر من اللازم لحتى تتقطع معكم العجينة بكل سهولة ويطلع شكل البسكوت مرتب وأنيق. أنا احتجت كوبين وربع دقيق، طبعا ممكن تحتاجوا انتوا أكتر أو أقل، انتوا بتحددوا، بتنزلوا مثل ما قلت الدقيق على دفعات لحتى تتحكموا بكميته. شوفوا قوام العجينة قديه رائع. بغلف العجينة وبتركها ترتاح بالبراد نص ساعة وبعدين بشتغل فيها، وهي الخطوة أساسية. وحتى لو حطيتوا العجينة أكتر بالبراد ساعة ساعتين وحتى لو يوم كامل ما في أي مشكلة، بتضل يوم ويومين، المهم تكون العجينة داخل البراد. صار وقت نطالع العجينة من البراد وصارت جاهزة لنشكل البسكوت. باخد قطعة من العجينة بفردها بين كيسين نايلون بهالسماكة، وهي القطاعات يلي رح استخدمهم كتير حلوين ومميزين. أكيد فيكن انتو تستخدموا أي نوع قطاعات متوافر عندكم، بس أنا صراحة حبيت هالأشكال كتير لرمضان وللعيد، كتير مرتبين ومناسبين، وصراحة كل سنة بعمل فيهم البسكوت بشهر رمضان وبالعيد بهدول القطاعات بالذات. وأكيد يلي متابعني من زمان ويلي بيعرفوني عن قرب بيعرفوا قدي أنا بحب هاي التفاصيل. ومثل ما شايفين بقطع وبعدين بطبع بهالطريقة. بس طبعا شوفوا كيف العجينة كمان بتساعد على التشكيل ولا بتعذبكن أبدا، لسببين: العجن الصحيح وتبريد العجينة قبل الاستخدام. انتبهوا على المرحلتين كتير منيح. أكيد كتير عملت أشكال حلوة ومن خلال هالبسكوتات حبيت عايدكن وأقدم وصفة مميزة بكل التفاصيل. ومثل ما شايفين أشكال جدا رائعة. بصف البسكوت بصينية الخبز وما بحتاج أبدا لورق زبدة أو لحتى أدهن الصواني، بس بحمي الفرن قبل بوقت وبدخل الصواني بدرجة حرارة 200، بشغل السفل فقط وما بحتاج شغل الوجه نهائيا. وبس أخذت السفل لون ذهبي بطالع البسكوت وبتركه لحتى يبرد تماما وبعدين بقدمه. طبعا الريحة فاحت بكل أرجاء المنزل، وأكيد الكل عرفوا إني عم حضر بسكوت العيد، ما بينفش بالفرن ولا بيتغير شكله، ومثل ما بيدخل على الفرن بيطلع محافظ على شكله وشكل الرسمة يلي استخدمناها. جدا رائع، جربوه، سهل وسريع وبسيط وعن جد بدوب ذوبان وطعمه لا يقاوم وهش خفيف، ومن البسكوت المفضل عندي وعند عيلتي. وأكيد فيكم تقطعوا بقطاعات السابلة وتطبقوه وتحشوه مربى بين الطبقات وترشوا على الوجه سكر بودرة وتستمتعوا باللذاذة. إن شاء الله تكون هالوصفة عجبتكم. يلا ما بقي كم يوم للعيد، حضروها وارسلوا لي تطبيقاتكم، وكل عام وانتم بألف خير يا رب. وهي آخر وصفة لعيد الفطر، إن شاء الله بنلتقي بعد العيد بوصفات جديدة ومميزة ومبتكرة مثل كل وصفات مطبخ أكاديمي فود. بحبكم كتير وبتشكركم على كلامكم الطيب ودعمكم الدائم. ولحتى نلتقي دائما لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار بكل الوصفات أول بأول. عيد فطر مبارك على الجميع. كانت معكم شيف ريم، استودعتكم الله.